حصل زول فيكم قبل كده سأل نفسه هو مفترض يكون طموح ليه؟ ولا يعني شنو طموح؟ أنا سألت نفسي واكتشفت إن أنا ما عندي إجابة للسؤال ده. مشيت فتشتها واكتشفت إنه تعريف الطموح جملة بسيطة شديد، إنه هو الرغبة في تحقيق أمر ما وإنجازه. من هنا بقت تجيني أجوبة لحاجات كثيرة شديد أنا ما كنت عارفاها، واكتشفت إنه حلول الحاجات دي كلها بتتمثل في كلمة واحدة بس اللي هي الرغبة. في البيت بتلقى طموح رب الأسرة يمشي الصباح يركب المواصلات يمشي الشغل عشان يرجع في نفس السباق مع المواصلات، وما بالضرورة الوضع ده يكون عاجبه، لكن ما عنده رغبة كفاية إنه هو يحركه. الطالب الجامعي أنت يا أصلي الباس بيكم، ومن هنا هو كل طموحه إنه هو يجيب حق الباس، في حين أنت يا رب الأسرة كان ممكن إن أنت تمتلك الرغبة شوية زيادة وتغير الوضع اللي ما عاجبك ده، وان انت يا الطالب الجامعي شويه طموحك يكون اكبر من انت تجيب حق الباس وتلاقي شغل، وليه لا يمكن ان انت كمان توفر فرص عمل لناس ثانيين. صحيح نحن في السودان الحياه صعبه والحياه قاسيه، الاقتصاد سيء، الفساد متفشي، ما بالضروره الكفاءات بتتخطى في الحته اللي هي مفترض تقعد فيها، فانت بتلاقي الاسباب دي كلها واقفه ضدك وانت واقف براك برغبتك، فبتلاقي انه اسهل لك تقول يا اخ وتستسلم. لكن انت لو ركزت معاي انه انت لما تتغلب على الحاجات دي كلها طعم النجاح والانتصار اللي انت حتذوقه حيكون احلى من طعم نجاح زول قاعد في حته الحاجات دي كلها متوفره له. عارفين ان احنا لما نكون ناس ما طموحين بيحصل شنو؟ بيحصل ان احنا لحد الان الرعايه الصحيه سيئه، التعليم متدني، الاطفال لحد الان بيتشاركوا في الكتب، الاطفال لحد الان ما عارفين كرسي يعني شنو، لانه ما موفر لهم كراسي انه هم يقعدوا فيها. انا عاوز احكي لكم قصه زول كان عايش في قريه في الشماليه. القريه دي ما كان فيها كهرباء، ابوه كان شغال مزارع، امه وابوه كانوا منفصلين، المدرسه كانت بعيده من البيت، وهو ما كان عنده طريقه انه هو يمشي المدرسه، فكان بيمشي المدرسه بالحمار، وعشان ما كان في كهرباء كان بيقرا قبل ما الشمس تغيب، لانه بعد ما الشمس تغيب ما بيبقى عنده طريقه انه هو يقرا. الزول ده اجتهد وطلع من الخمسه الاوائل على الشهاده السودانيه، اتخرج من جامعه الخرطوم، يتخرج من جامعة الخرطوم قسم علوم الفيزياء بمرتبة الشرف، عمل الماجستير والدكتوراه في أمريكا، واليوم هو باحث في الوكالة الأمريكية للفضاء ناسا، ولما نيجي السودان بيجي من أمريكا من هناك بحرس البروف محمد عبد الوهاب عثمان. بس سؤال بسيط، تفتكروا انه بروف محمد عبد الوهاب كان طموحه انه يجيب حق الباس؟ بعد كيف ان انت تكون زول طموح؟ اول حاجه حدد هدفك، خلي هدفك كبير. نرجع كلنا زمان لايام الطفوله، كنت بتشيل الملايه وتربطها على نفسك وتحس ان انت بقيت سوبرمان، ونفس الملايه كنت بتشيليها وتربطيها على نفسك وتحس ان انت بقيتي سندريلا. اي فكره كانت بتجي في مخك كنت بتنفذها طوالي، ما كان فارق معاك ان انت تفشل، كنت بتطلع الشجره وما فارق معاك ان انت تقع ولا ما تقع، لكن في النهايه انت كنت بتطلع الشجره، لان انت كنت بتقدر تطلع الشجره وعاوز تطلع الشجره. فنحن لو كلنا يتعاملنا مع اهدافنا بنفس الطريقه اللي نحن كنا بنتعامل بها لما نحن كنا اطفال، حياتنا حتختلف. انا عاوز اكون رائد فضاء، انا عاوز اكون كابتن المنتخب الوطني ونمشي نجيب كاس العالم، أنا عاوز أكتشف علاج لمرض السرطان، نحن كلنا مع بعض عاوزين نشتغل عشان نخلي السودان أحسن. ليه لا؟ أكيد أنت لما تاخد هدفك الكبير ده هتلاقي زول حيقول لك أنت جادي. عارفين احلى حاجه شنو؟ ان انت تمشي وتحقق الحاجه دي، ونفس الزول اللي قال لك انت جادي ده تيجي تقول لهم متذكر لما قلت لي انت جادي؟ لقيتني كيف بالله وانا جادي. بعد ما حددت هدفك اجتهد في العمل. عاوز احكي لكم قصه طفل من المجلد من دارفور في قبيله المسيريه، كان طموحه انه يجيب ميداليه ذهبيه، خدت هدفه وحقق الهدف ده. عارفين الزول اليوم ده منو؟ ابو بكر كاكي.
أبو بكر كاكي بطل قومي، وأول رياضي يجيب ميدالية سودانية، ميدالية ذهبية للسودان في تاريخ السودان، وأصغر عداء في العالم ياخد ميدالية ذهبية. بعد ما انت حددت هدفك واجتهدت عليه، واصل في المحاولات، لان انت ممكن تنجح من اول مره وممكن تحتاج اكثر من محاوله انه انت تنجح. توماس اديسون فشل 9999 مره، والمره الناجحه بالنسبه له كانت رقم 10,000. تفتكر انه توماس اديسون لو كان استسلم حياتنا كانت حتكون بالوضع الحسي هي عليه؟ بعد ما انت حددت هدفك، اجتهدت في ان انت تحققه وكنت صبور، خليك واثق. انا عاوز احكي لكم قصه، انه انا مما انا يعني صغيره عندي معضله حياتيه اسمها ماده الرياضيات. انا والرياضيات ما بنتلم نهائيا، العلاقات بيناتنا متوتره شديد. في سنه ثالثه ثانوي لما جيت اختار تخصص، اخترت تخصص الاحياء لمجرد انه انا عاوز اقرا كليه طبيه عشان ما يقابلني رياضيات ثاني، واشتغل حاجه ما اشوف رياضيات ثاني نهائيا في حياتي. امتحنت الشهاده وللاسف ما جبت نسبه بتخليني انا ادخل كليه طبيه. اختي اقترحت علي انه انا اقدم كليه العلوم الرياضيه، سكول اوف ماس، اللي هي منبع الرياضيات. قلت لها طبعا اكيد انت بتهزري، انا مستحيل اعمل الحاجه دي. قالت لي لو انت خطيتي في بالك ان انت ما حتقدر على الرياضيات، بجد انت ما حتقدر على الرياضيات وما حتنجزي. وما مهم الزول يكون زول عادي في كليه متميزه، الاهم ان انت تكون متميز في الحته اللي انت قاعد فيها. الجمله دي اثرت فيني. الجمله دي اثرت فيني كده، وشالتني الهاشميه، وقلت لها بس نكتب كليه العلوم الرياضيه، وكتبنا كليه العلوم الرياضيه. ويوم وقت القبول كنت متمنيه يا رب يشيلون كليه العلوم الرياضيه، يا رب يشيلوني. دخلت رقم الاستماره، ظهر لي اسم الطالب انقص كليه العلوم الرياضيه. كنت ندمانه شديد وما كنت عاوز انزل الجامعه، لكني تذكرت كلام اختي، فقلت خلاص انا اخذ هدف. خطيت هدفي انه انا عاوزه اعلى مواد عندي تكون مواد الرياضيات. خطيت هدفي ده واشتغلت عليه، وفي دفعتي من قسمي من اعلى 4 ناس جايبين اعلى درجات في الديسكريت ماث كنت انا منهم. الفرق شنو بين انا زمان وانا حاسه في الرياضيات جايبه ايه؟ هل انا حبيت الرياضيات؟ انا اكيد لكم الحاجه دي ما حصلت. الفرق الوحيد انه انا زمان ما كان عندي ثقه، وانا خديت الثقه في نفسي، فانه انت لما تتغلب على حاجز الثقه ده انت حتكون زول طموح. وانت لما تقول في نفسك انا ما بقدر، انت لا شعوريا بتحبط نفسك، فانت لازم تتغلب على حاجز الخوف ده وتخليك واثق في نفسك عشان اني انت تقدر تحقق هدفك ده. انا عاوز اقول لكم حاجه، طالما انا قدرت اجيب ايه في الديسكريت ماث، فانا اضمن لكم واكد لكم واي اشور يو اي جارانتي يو انه اي زول بيقدر يعمل اي حاجه. الليله كلنا من هنا حنطلع بهدف وحنشتغل عليه وحنكون صبورين. الليله كلنا من هنا حنطلع طموحين كفايه عشانك، عشان حلمك، عشان السودان.